لا شك أن هذا يجعل الإخوة الإسبان، إذا أردنا أن نقول، يتفهمون أكثر المواقف المغربية في موضوع الصحراء، في مغرب الصحراء وفي المواضع الإقليمية الأخرى. طيب هل يتفهمون هم مواقف المغرب في موضوع سبتة ومليليا بالمقابل؟ سبتة ومليليا من النقاط التي الذي من الضروري أن يفتح فيها النقاش. الجمود سيد الموقف، هو الجمود هو سيد الموقف حاليا. لماذا لا يبادر المغرب في ظل هذه الانتعاش والتقارب في المواقف الدبلوماسية مؤخرا لفتح هذا الملف المعلق منذ زمن طويل في الحقيقة؟ منذ 5 إلى 6 قرون، بين 5 و6 قرون. نعم. هو هذا ربما سيفتح في يوم ما. يعني الرياح الدبلوماسية غير مؤاتية اليوم؟ لا، يجب أولا أن ننهي قضية الصحراء. هي الأولوية. هي الأولوية الآن، قضية الصحراء هي الأولوية، وهذه الأمور كلها أراضي في زمنها، كلها أراضي مغربية. هذان ثغران مغربيان يتمسك بهم المغرب كتمسكه بالصحراء يقول البعض. أي صحيح. ثم أولويات يعني؟ صحيح. لكن الآن هو المهم أن نبني عيش مشترك. وكما قلتم الموقف الإسباني في قضية الصحراء أصبح الآن أكثر اعتدالا، بمعنى أكثر انسجاما مع قرارات مجلس الأمن بالعمل لإيجاد حل سياسي دائم. لكن قد يقول قائل، وهذا شيء إيجابي. دكتور هنا قد يقول قائل هذه مقايضة أخرى تدعمني في موضوع الصحراء، أسكت على موضوع سبتة ومليليا. شوف، التدبير المغربي لقضاياه هذا تدبير سياسي من اجتهاده، وهذا قراره السيادي.